هلو بنات يا جميلات، كيفكم؟ اخباركم؟ يا رب طيبين. كيف صحتكم؟ كيف رمضان معاكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين يا رب. ان شاء الله بنات فيديو اليوم راح اراويكم اللي هن مشتريات العيد وستايلات العيد باذن الله. فاتمنى انكم تستمتعوا بالفيديو، ولا تنسوا انكم تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. اول شيء يا بنات راح اراويكم اللي هو لبسة اول عيد، اللي هي هذه القفطان المغربي، يجنن بنات وما شاء الله الشغل ولا غلطة. هذه الأكمام أخذته لما كنت رايحة الإمارات دبي، بس أنا أخذته من عقمان. كثير حلو بنات. أعطوني رأيكم بنات فيها، إن شاء الله إنكم يا رب حبيتوه. أنا صراحة كثير حبيته، صايرة كثير أحب اللبس اللي هو القفطان المغربي، أحسه كذا ما شاء الله يعني فخم، وبنفس الوقت قماشه خفيف. صح يعني هو بنات مخمل بس خفيف، ما من النوع اللي يضايق، فاهمين علي؟ يعني ما يسبب حرارة ولا شيء، فكثير حلو بنات، كثير حبيته. تمام. ولثاني عيد نفس الشيء، قفطان مغربي. والله بنات ما استوعبت اني خذيت كل اللبس قفطان مغربي الا لما وصلت البيت. بس كثير صراحة حلو وما ندمت اني اخذتهم بكل امانة. تمام. هذه الاكمام، شغل الاكمام يجننوا بنات ما شاء الله. الازرق مع الذهبي، يعني ما شاء الله انا عليه هذه الالوان تطلع بيرفكت بصراحة. العنابي والازرق كثير حلوين، يطلعوا على يعني بشرتي ولوني، فكثير حلوين بنات صراحة. يجنن الشغل، تيجي من ورا كذا. اعطوني رايكم بنات في التعليقات. هذا القفطان الثاني المغربي، وحبيته انه يكون شيفون يعني عشان يكون خفيف. تعرفوا انتم في العيد يعني الجو كيف حر بصراحة، فما يساعد ان نلبس شيء ثقيل. ثالث قفطان اللي هو هذا بنات، لونه كذا اخضر مع بنفسجي. الالوان بصراحة تجنن بنات، تجنن. وحركته من هنا شايفين. والاكمام، راويكم الاكمام. تجنن يا بنات، القفطان يجنن صراحة. كثير كثير حبيت التفاصيل من هنا من ورا بعد، كثير حلو بنات، يجنن. شايفين صراحة كثير حبيته. اعطوني رايكم في التعليقات. طبعا نسقت معاهم اللي هن الشيل، يعني كل واحد على حسب لون القفطان. تمام. نسقت كل واحد له شيله. ثالث شيء، ذول ما له علاقة، يعني ما لهم علاقة بالعيد، بس حبيتهم كذا خفيفين للبيت. أخذتهم من محل عندنا هنا، يعني محل عادي في مسقط. ايش رايكم بنات فيهم؟ حبيتهم كذا باردين للطلعات السريعة، مثلا رايحة عند أهلي ولا شيء ألبسهم. طبعا أنا وحدة لبستها خلاص، يعني في رمضان ما أتذكر أي وحدة لبست، في وحدة لكن لبستها في رمضان بس كنت يعني في البيت وكيف لبستها. واللي بعده نفسها بس كثير حبيت اللون، حلو. اعطوني رايكم بنات في التعليقات.
كثير انا حبيتهم، قماشهم بارد قطن وحلو بصراحة، يعني ينفع للحر، لهذه الاجواء اللي هي بعد رمضان صراحة تنفع وتساعد كثير. طلعات كذا سريعة عند اهلي وكذا صراحة كثير تنفع. والحين براويكم اللي هن الاكسسوارات والشنط والنعال الشوز. تمام. اول شيء اخذت هذا عبارة عن طقم العقد مع الحلق، كثير حبيت البسهم مع القفطان المغربي، يطلعوا بيرفكت بنات. ايش رايكم؟ تمام. اللي بعده بنات هذا الحزام بالخصر. هو صراحة مع المغربي يعني في معاه حزام، بس أنا ما حبيت شكله أبدا، فأخذت لي هذا الحزام مع المغربي، ذهبي وحلو، فكثير حبيته بنات. شايفين؟ اللي بعده أخذت خواتم نفس الشيء ذهبية. أنا عندي خواتم ذهب، بس حبيت إني آخذ يعني هذه الأشكال اللي هي الأشكال التقليدية، كثير أحبها بنات. هذا أول واحد، شايفين شكله؟ يجي كذا على اليد، يجنن، حلو شكله، يعني تقليدي كذا، فلايق على اللبس. وهذا الثاني بنات، شايفين؟ كثير حبيته صراحة، هذا كثير حبيته، تفاصيله تجنن بصراحة. اللي بعده أخذت لي اكسسوارات باللون الفضية. هذا أول واحد، وهذا الثاني، أشكالهم كذا مع بعض، كثير بنات حبيتهم. شايفين الجمال؟ كثير حبيتهم. أخذت لي هذا الخاتم مع هذا الخاتم، فكثير طالع شكلهم يعني حلو. شايفين بنات؟ كثير حلو شكلهم، يعني تفاصيله حلوة. شايفين؟ اللي بعده هذا العقد، ستايله جاي يعني مثل اكسسوارات كارتيه، فكثير حبيته. اخذته هو مع اللي هو الحلق، يعني هم جايين طقم مع بعض. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال بنات، يجننوا حلوين، كثير حبيتهم. اللي بعده هاويكم الميك اب اخذته بنات من شي ان. اول شي هذا البلد الاي شادو للعيون، تمام. الاي شادو هذا بلد الاي شادو بنات، شايفين بلد الاي شادو.
اخذتهم من شي ان، يعني هم يعني ما ماركة شي جلام بس من شي ان. يجننوا بنات، شايفين؟ حلو بصراحة، والوان على فكرة واضحة، الوان كثير واضحة. اللي بعده هذا بعد شايفين بنات كيف الوانهم واضحة وحلوة، صراحة كثير حلوين. تمام. اللي بعده اخذت البودرة من شي جلام، احبها بنات، تغطيتها ما شاء الله تجنن، حلوة فاحبها. يعني احيانا استخدمها بروحها بدون فاونديشن، كثير احبها صراحة، استخدمها بروحها احيانا بدون فاونديشن، فكثير حلوة بنات، انصحكم صراحة انكم تجربوها. اللي بعده هذا قلم الحواجب بعد من شي جلام، هو بنات صراحة يعني رسمته ضعيفة وحلوة. طبعا هو يجي من صوب فرشة كذا للحواجب، من صوب اللي هو هذا، يعني هو بنات حلو ومن عند الرسم ضعيف، بس حسيته مو كثير يعني واضح، مو كثير واضح، وعيبه بعد يعني شوفوا لما كذا تسووه يطلع، شايفين؟ يطلع يعني أنا كذا وأرجع أركبه مرة ثانية، فصراحة ما كثير يعني حبيت اللي هي جودة التغليف أو التصنيع، نفس الشيء مو كثير واضح بكل صراحة يعني. اللي بعده أخذت اللي هن فراشي الميك اب، فراشي الميك اب، شايفين بنات؟ هذه حبيتها لأنها حجمها بنات صغير، ينفع للشنطة، مثلا رايحين شاليه، رايحين يعني كذا مكان طالعين، مو محتاج انكم انتم تاخذوا معكم كثير اغراض، فتنفع في الشنطة صراحة، حجمها كثير حلو. اخذتها من شي ان، راح احاول ان شاء الله احط لكم ارقام المنتجات اللي خذيتها. تمام. اخر شيء بنات اللي هن الشنطة والشوز. تمام. هذه الشنطة بنات حبيتها تجنن، اخذتها من محل اسمه مكتف الخوض، كثير حلوة بنات الصراحة. هذه اظن تنشال، ايوه كثير حلوة والكواليتي يجنن بنات، اخذتها 14 ريال عماني، تجنن بنات الصراحة. يجي معاها اللي هو السير، حلوة بصراحة بنات، وحجمها يكفي للتليفون وروج وهذه السوالف، يعني حجمها ما كثير كبير، شايفين؟ بصراحة أنا كثير حبيت إن حجمها صغير، تنفع للمناسبات للأعياد، كثير حبيت بنات. وهذا اللي هو الشوز، شايفين جمال الشوز بنات يجنن. هذا اللي هو لوجو المحل اللي خذيت منه الشنطة والشوز، كثير أغراضهم بنات حلوة والكواليتي يجنن بصراحة يعني، شايفين؟ أنا دايما آخذ منهم الشنطي والشوزات، فكثير يجنن بنات، شايفين؟ في كذا ترتر، أول مرة يعني آخذ شيء كذا، بالعادة ما أحب حاجة كذا تلمع يعني كثير،
أول مرة صراحة حبيت إني كتغير، يعني شيء جديد وحلو تغير. وبس والله بنات، هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله إنكم تكونوا حبيتوه واستمتعتوا فيه يا رب. أتمنى إنكم تعطوني رأيكم في التعليقات عن اللبس وكل شيء، طبعا لأن رأيكم يهمني. تمام، ولا تنسوا يا بنات تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبس والله يا حبيباتي، أحبكم ومع السلامة.